وانتهى الموسم اللي فات بعد ما نيك اكتشف الخدعة اللي تخليه يقدر يمشي ما بين الزومبي. أما فيكتور ومادي كانوا بيحاولوا يستخبوا من الزومبي بعد ما حصروهم. بس قبل ما نكمل ونعرف اللي حصل معاهم بنروح الأول لترافيس وابنه كريس، واللي بيبقوا قاعدين في مكان كده مؤقتا لحد ما الصبح يطلع، بحيث يكملوا مشي لحد ما يوصلوا لمكان أمان يعيشوا فيه. لكن لسوء حظهم بتعدي عربية جنبهم والأشخاص اللي فيها بيشوفوهم، ودول لما بينزلوا يدوروا عليهم بنعرف إنهم 3، ومن كلامهم مع ترافيس وابنه بنفهم إنهم مش ناويين يأذوهم، هم بس عاوزينهم ينضموا لهم لأنهم بيشكلوا زي عصابة كده. وبنعرف إن زعيم العصابة ده اسمه براندن، أما الاتنين اللي معاه اسمهم ديريك وجيمس. وبنرجع للفندق وأليشا لسه بتدور على أوفيليا، بس لأنها مش لاقياها خالص بتضطر تهرب لوحدها. من خلال سلوك الأسانسير بتحاول تطلع للدور اللي فوق، والمفاجأة إنها بتلاقي باب الدور ده فتح وفي واحدة بتساعدها. لكن الصدمة إنها بعد ما أنقذتها بتهددها وبتسألها عن مكان شخص معين، ولأن أليشا مش فاهمة هي بتتكلم عن إيه بتاخدها اللي أنقذتها دي تحبسها في أوضة، وبرضه بتفضل تسألها عن شخص اسمه هيكتور. فبتقول لها أليشا إنها لسه واصلة لهنا من يوم ومعاها أمها و2 كمان، وبتطلب منها تسيبها تنزل لأن الزومبي محاصرين أمها. ومن كلامهم مع بعض بنعرف إن اللي أنقذتها دي اسمها إيلينا، وبرضه بنعرف إن في أشخاص غيرها هي وفيكتور في الفندق، وواضح كده إن في عداوة ما بينهم لدرجة إنهم عاوزين يقتلوا بعض. وإيلينا كانت فاكرة في الأول إن أليشا تبعهم، فبتقول لها أليشا تساعدها تنقذ أمها واللي معاها، وهم هيساعدوها بعد كده في حربها ضد الأشخاص اللي في الفندق. فبتوافق إيلينا وبيبدأوا تاني يوم ينفذوا خطة اتفقوا عليها، والخطة دي هي إن أليشا تستدرج الزومبي، ولما تحبسهم كلهم في أوضة واحدة تدخل للبلكونة، وإيلينا تساعدها من الأوضة التانية بحيث يبعدوا عنهم. بعدها بينزلوا على تحت علشان يساعدوا مادي وفيكتور، بس المشكلة إنهم قبل ما يوصلوا لهم بيقابلوا الأشخاص اللي اتكلمت عنهم إيلينا، واللي فعلا بيبقوا خاطفين الشخص اللي اسمه هيكتور، ودول بيقولوا لإيلينا تديهم مفاتيح الفندق بالكامل، ولأن هيكتور ده يبقى ابن أخوها بتضطر تسلمهم المفاتيح. في الناحية التانية كريس وترافيس بيبقوا انضموا للمجموعة، وخلال ما هم بيتحركوا بالعربية بيلاقوا مزرعة قريبة من الطريق، فبينزلوا على هناك يمكن يلاقوا أي حاجة ياكلوها أو يشربوها. ومن كلام ترافيس مع ابنه بنفهم إنه قلقان من براندون وأصحابه، وعاوز إنهم ينفصلوا عنهم ويكملوا طريقهم لوحدهم. لكن كريس بيبقى عكس رأيه تماما وعاوز يفضل معاهم. المشكلة إن لما بيدخلوا المزرعة دي يسرقوا الفراخ، صاحب المزرعة بيدخل لهم ومعاه بندقية، وعلى الرغم من كلام ترافيس إنهم لازم يمشوا ويسيبوا له المزرعة إلا إن محدش بيسمع كلامه، وبسبب كده صاحب المزرعة بيضرب النار على واحد منهم. الصدمة بقى إن كريس بيخرج مسدسه وهو اللي بيقتل صاحب المزرعة بدون تردد. طبعا بسبب كده ترافيس بيتأكد إن حالة ابنه بتسوء كل يوم، ومن نظراته ليه واضح إنه عارف إنه خلاص كده خسر ابنه للأبد. كل ده وأليشا وإيلينا لسه بيهربوا من الزومبي، وبتزيد مشاكلهم أكتر لما بيوصلوا الباب مقفول بعد ما سلموا المفاتيح. بس لحسن حظهم قبل ما يوصل لهم الزومبي مادي هي اللي بتفتح لهم الباب، واللي بيطلع إنها قدرت تهرب هي وفيكتور. وعلشان نعرف ده حصل ازاي بنرجع دقايق للماضي، وقتها بنعرف ان مادي قررت يستغلوا الخدعة اللي اكتشفها نيك، بتخلص على واحد من الزومبي وبتغرق نفسها بالدم هي وفيكتور، وبعدها بيقدروا يخرجوا هما الاتنين وسط الزومبي من غير ما يهاجموهم. في الوقت الحاضر بقى بنشوف نيك رايح يتكلم مع نونيز، وده بيقول له ان عنده طريقة يصنعوا بيها الدواء اللي بيدوه للعصابة، او بمعنى اصح طريقة يغشوا بيها ويبقى معاهم كمية اكبر، بحيث يفضلوا يعملوا مبادلة مع العصابة وياخدوا كل اللي هم محتاجينه. وبما ان نيك كان مدمن قبل كده بيطمن نونيز وبيقول له انهم مستحيل يعرفوا او يشكوا حتى ان الدواء ده مغشوش، وبالفعل بيبدأ يصنعه وبينتج منه اول حباية. وبنرجع للفندق ومادي بتتكلم مع فيكتور، واللي من كلامهم بنعرف ان العربية اللي كانت معاهم اختفت، وبما انهم مش لاقيين اوليفيا في اي مكان بيستنتجوا ان هي اللي خدتها وهربت، وبما ان مفيش في ايدهم حاجة يعملوها بيقرروا انهم ما يدوروش عليها. وبعد ما خلصوا كلامهم عن اوفيليا بيتكلموا مع إيلينا، واللي بيعرفوا منها ان كمية الاكل والمية اللي معاهم قليلة، اما باقي المخزون الفندق كله في ايد الاشخاص اللي عاوزين يقتلوها. علشان كده مادي وفيكتور بيروحوا يتكلموا معاهم، وبعد ما سلموا اسلحتهم بيسمح لهم الاشخاص دول انهم يدخلوا للفندق. ومن كلامهم مع بعض بنعرف ان الاشخاص دول عيلة واحدة، والام اسمها إيلين، وابنها الكبير والمسؤول عن كل حاجة اسمه اوسكار. ودول بتقول لهم مادي انهم لازم يتعاونوا مع بعض، لان بسبب مساحة الفندق الكبيرة والبوابات ممكن يستغلوه، ممكن يزرعوا المساحات دي ويحفروا ابار ويعيشوا كلهم بامان،
بس الأول بتقول إنهم لازم يخلصوا من كل الزومبي اللي جوه الفندق. فبتوافق الأم لكنها بتشترط إن إلينا تمشي من المكان. ومن كلامهم بنفهم إن العيلة دي كان عندهم فرح في الفندق، وبسبب انتشار الفيروس إلينا قفلت عليهم القاعة، وده أدى إن إلين تخسر بنتها وجوزها ومعظم أفراد عيلتها. لكن بعد كلام كتير مادي بتقدر تقنعهم يسامحوها، وبالفعل بيخرجوا من عندهم بعد ما اتفقوا بكل مفاتيح الفندق. بعدها على طول بيروحوا يتكلموا مع باقي الفريق، وبيتفقوا معاهم على خطة يستدرجوا بيها كل الزومبي على بره، وعلشان يخلصوا منهم بطريقة سهلة بيقرروا انهم هيرموهم كلهم في البحر. وبعد ما اتفقوا على كل حاجة كل واحد فيهم بيروح لمكانه، وعن طريق الصوت بيخلوا الزومبي يمشوا وراهم لحد ما بيجمعوا الزومبي كلهم في نقطة واحدة، وساعتها مادي بتسحبهم على بره للجسر. اما باقي الفريق بيجهزوا المركب اللي هينقذوها بيه، وبعد ما مادي نفذت الخطة بتنط بسرعة في المية، وكالعادة الزومبي بيبدأوا ينطوا وراها وبيخلصوا منهم كلهم. وبعد ما الخطة دي نجحت والموضوع انتهى بنشوفهم بيجهزوا العربيات، ومن كلامهم بنفهم انهم خارجين على بره يدوروا على أدوية وشوية حاجات محتاجينها، بحيث يقفلوا البوابات وما يضطروش انهم يخرجوا كل شوية لو حد اتصاب. المفاجأة بقى ان إلينا بتبقى واخداهم لنفس المخزن اللي بتحرسه العصابة، واللي نيك ولوسيانا بياخدوا منهم اي حاجة مقابل نوع الدواء اللي بيسلموه لهم. ولما بتدخل إلينا مع مادي للمخزن بيتكلموا مع واحد من العصابة، واللي بيطلع أخو إلينا بس بعد عنها وعن عيلتها من زمان، وده في مقابل صندوق كامل من السمك بيدوله لستة طلبات محتاجينها. وخلال ما هو بيجهز لهم الطلبات مادي وإلينا بيسمعوا صوت حد بيتعذب، وبيطلع إن رئيس العصابة قدر يمسك واحد من القرية اللي فيها نيك، وده بيسأله عن مكان القرية بحيث يهاجمهم وياخد كل مخزون الدواء لأخته. وخلال ما هما بيتكلموا رئيس العصابة بيسأله برضه عن نيك، بيقول نفس مواصفات شكل نيك، وبيسأله هو جالهم منين وإذا كان يعرف أي حاجة عنه. هنا مادي من الوصف بتفهم على طول إنهم بيتكلموا عن ابنها، علشان كده بتجري عليهم وبتسألهم عن نيك. لكن رئيس العصابة ما بيخليش الأشخاص دول يردوا عليها، وعلى طول بيهدد مادي بالقتل هي وإلينا، وبيخلي رجالته يخرجوهم على بره. المشكلة إن بعد كام ساعة ونيك خارج شوية بيشوف زعيم العصابة بيراقبهم، معنى كده إن العيلة اللي عذبهم اعترفوا على مكان القرية وقدر يوصل لهم. وشوية وبترجع مادي وإلينا للفندق بعد ما خدوا كل اللي عاوزينه من المخزن. مادي بقى بعد ما عرفت إن نيك قريب منهم بتطلع تنور يافطة الفندق، بما إنها يافطة كبيرة جدا بتبقى زي إشارة ويقدر أي حد في المدينة إنه يشوفها، ويمكن نيك يكون من ضمن اللي هيشوفوها ويجي لهنا. بس لأن اللي مادي بتعمله ده خطر أليشا بتقول لها تطفي النور. المفاجأة إن خلال ما هما بيتكلموا ترافيس بيكون من ضمن الأشخاص اللي شافوا نور الفندق ده قبل ما مادي تقتنع بكلام أليشا وتطفيه بسرعة. وبسبب الغلطة الغبية اللي عملتها مادي تاني يوم بيلاقوا أشخاص كتير قدام الفندق، وطبعا لأنهم لسه ما جهزوش أي حاجة ما بيبقوش قادرين يستقبلوهم. اللي بيزود المشاكل كمان إن مادي بتلاقي ترافيس وسط اللي واقفين، فبتضطر تخليهم يفتحوا الباب وبتدخله هو بس، وده بيزود غضب الناس أكتر وبيبقوا على وشك إنهم يقتحموا المكان. وأول حاجة بعد ما بيطلعوا للفندق مادي بتستغرب إن ترافيس لوحده، فبتسأله عن مكان ابنه كريس وإيه اللي حصل له. وعلشان نعرف اللي حصل بالظبط وليه ترافيس لوحده بنرجع كام يوم للماضي، بالتحديد لليوم اللي كريس قتل فيه صاحب المزرعة. في اليوم ده ترافيس حاول ينقذ صاحبهم جيمس اللي اتصاب، واللي بسببه بيقول لهم إنهم مش هيقدروا يتحركوا ولازم يفضلوا هنا كام يوم لحد ما حالته تتحسن، لأنهم لو اتحركوا بحالته دي غالبا هيموت. لكن على عكس كلام ترافيس براندون تاني يوم بيقرر انهم يمشوا. الغريبة بقى ان جيمس على الرغم من اصابته الا انه بيقول انه جاهز يتحرك معاهم، لكن ترافيس بيلاحظ انه خايف ومرعوب لسبب لسه مش مفهوم. وبالفعل بعد دقايق بيجهزوا وبيشيلوا جيمس يحطوه في العربية، لكن اول ما بيتحركوا بيبدأ يظهر تعب جيمس الحقيقي، وزي ما ترافيس حذرهم بيغمى عليه وبيبقى خلاص هيموت. علشان كده بيضطروا يوقفوا العربية ويرجعوا تاني للمزرعة. في نفس الليلة دي ترافيس بيسمع أصحاب جيمس وهم بيتكلموا، واللي بيطلع إنهم ناويين يقتلوه بحيث يقدروا يتحركوا. الكارثة إن كريس هو كمان بيبقى موافق على كلامهم، علشان كده ترافيس بيخطف منهم مسدس وبيهددهم إن اللي هيقرب من المزرعة اللي فيها جيمس هيقتله. ولما بيدخل ترافيس يتكلم مع جيمس بيفهم منه كل حاجة. بيقول له جيمس إن عصابتهم دي كان عددهم أكبر من كده، لكنهم عملوا اتفاق ما بينهم في البداية، والاتفاق ده هو إن أي حد يتصاب أو يعطل المجموعة لازم يموت. على حسب تفكيرهم إن العالم اتغير وبقى عبارة عن غابة والبقاء للأقوى، وكمان لأن محدش فيهم بيبقى حابب إنه يتحول لزومبي.
وبالفعل ده حصل قبل كده، وجيمس نفسه قتل اشخاص كانوا معاهم. علشان كده كده بالصبح وقال انه اتحسن لانه عارف مصيره لو اصحابه حسوا انه هيعطلهم. تاني يوم الصبح ترافيس بيلاقي ابنه بيخبط على الباب، وده لما بيروح يفتح له بيلاقيه جايب له اكل هو وجيمس. ده كمان بيبدأ يتكلم مع ابوه وبيقول له انه اقتنع بكلامه، لدرجة ان ترافيس بيثق فيه وبيفكره اتغير. في اللحظة دي كريس بيكتفه وبيدي اشارة لاصحابه، وساعتها براندون بيدخل للمزرعة وبيخلص على جيمس من غير تفكير. كل ده بيزود صدمة ترافيس في ابنه، علشان كده لما بيلاقيهم ماشيين بيقرر انه يبعد عنهم، وبيقول لابنه كريس يختار اما يمشي معاهم او يكون معاه هو. والمتوقع طبعا كريس بغبائه بيختار انه يفضل مع العصابة. وبس كده من بعدها ترافيس كمل طريقه لوحده، وفي نفس الليلة شاف نور يافطة الفندق. وبنرجع للوقت الحالي في الفندق بعد ما اضطروا انهم يدخلوا كل الناس، بس مؤقتا حطوهم في جراج العربيات لحد بس ما يرتبوا لهم مكان يقعدوا فيه ويتأكدوا ان مفيش حد منهم مصاب او خطر. المفاجأة بقى اننا بنشوف براندون وديريك جايين للفندق، بس اللي مش مفهوم هو ان كريس ما بيبقاش معاهم. في الناحية التانية على حدود المكسيك بنشوف أوليفيا بعد ما سرقت العربية وهربت، واللي لسوء حظها العربية بتعطل منها وبتحاول تنزل تصلحها، لكن كام واحد من الزومبي لما بيسمعوها بييجوا يهاجموها، فبتقتل كام واحد منهم وبتاخد شنطتها، وبسرعة بتضطر تسيب المكان لأن أعداد الزومبي بدأت تزيد. في نفس الوقت نيك بيبقى رايح مع واحد من القرية لمخزن العصابة بعد ما شاف زعيم العصابة وهو بيراقبهم بيحاول يعمل معاه اتفاق تاني، لكن للأسف بيبقى متأخر جدا. وده لأننا بنشوف رئيس العصابة اللي اسمه ماركو بيتفق مع جنوده على خطة هجوم، وحتى لما بيجي نيك يعرض عليه الأدوية بيرفضها وبيقوله إن خلاص ما بقاش في داعي لأي اتفاق ما بينهم، لأنه كده كده هياخد كل الأدوية اللي في قريتهم قريب. ده كمان بيطلع عجبته فكرة إنهم بيستغلوا الزومبي للحماية، وعاوز ياخد القرية دي ليه هو وعصابته يعيشوا فيها. علشان كده بيقول لنيك إنه هيسيبه عايش علشان يوصل رسالة لسكان القرية، والرسالة دي هي إنهم لو ما سابوش القرية خلال 24 ساعة كلهم هيموتوا. وفي جراج الفندق مادي بتبقى متابعة اللي بيحصل مع كل الناس اللي دخلوا، ودي بيلفت انتباهها براندون وديريك بسبب تصرفاتهم، فبتروح تتكلم معاهم وبتحاول تعرف هم جايين منين وايه سبب اصابتهم. ومن كلامهم بنعرف انهم اتقلبوا بالعربية واللي كان سايق مات، ولما بيقولوا لها على اسمائهم مادي بتفتكر كلام ترافيس وبتتعرف عليهم. علشان كده بتروح لفيكتور وبتطلب مساعدته، وبتقول له انها بتعتقد ان كريس ابن ترافيس مات، ولانهم عارفين ان الموضوع ده هيأثر على ترافيس بيقرروا يخبوا عليه، والحل بيبقى انهم يطردوا براندون وديريك بره الفندق. وبالفعل بينزلوا على الجراج يتكلموا معاهم، وعلشان يخرجوهم بهدوء بيضحكوا عليهم، بيقولوا لهم انهم واخدينهم لغرفة مميزة يعالجوهم فيها، في حين انهم في الحقيقة بيبقوا واخدينهم لبوابة الفندق. الصدمة بقى ان ترافيس بيبقى بيبص من الشباك في نفس اللحظة، وطبعا لما بيشوف براندون وبيتعرف عليه بيجري على تحت بسرعة، وقبل ما يخرجوهم من البوابة بثواني بيوقفهم، وبيفضل يسأل براندون وديريك عن مكان ابنه وايه اللي حصل له. بس قبل ما نكمل معاهم بنرجع لنيك اللي بيبقى راجع للقرية بسرعة بعد تهديد ماركو ليه، وده بيعرف لوسيانا ان ماركو خلاص عرف مكانهم وناوي يهاجمهم. علشان كده بيروحوا يعرفوا نونيز وبيقولوا له يحذر الناس بحيث يهربوا بسرعة من القرية لان ماركو ناوي على مجزرة. المشكلة ان خلال ما هم بيتكلموا واحد من المرضى في العيادة بيموت وبيتحول، وده لما بيهاجمهم وبيحاول نونيز يوقفوا بيعضوا. وللأسف المشاكل بتزيد لما الزومبي بيبدأ يهاجم كل اللي في العيادة، وعلى ما نيك خلص عليه بيكون عض 3 منهم نونيز نفسه، ولأن اللي اتعضوا دول هيتحولوا بيقرروا يضحوا بنفسهم ما عدا نونيز طبعا اللي المفروض ان عنده مناعة من الفيروس ده، على حسب كلامه انه اتعض من الزومبي قبل كده وما تحولش. وبعد الكارثة دي نيك بيروح بسرعة يلم هدومه، وبيقول للوسيانا اللي بتبقى رافضة انها تمشي تحذر اهل القرية علشان يهربوا، لكن نونيز بيقاطع كلامه وبيقول انهم هيفضلوا، وبيقول كمان ان عنده خطة يقدروا يهزموا بيها ماركو، لكن نيك بيرفض وبيقول له انه مستحيل يسمع لواحد كذاب، وعلشان يخلي لوسيانا تصدقه وتسيب القرية بيقرر يفضح كذبه. بيقول له انه لاحظ ان وقت ما اتعض كان خايف، فازاي خايف وهو المفروض قايل لهم ان عنده مناعة؟ هنا نونيز بيعترف انه كذب عليهم فعلا وانه ما عندوش مناعة ولا حاجة، وبيبرر انه عمل كده لانه كان عاوز يأسس مجتمع يعيش فيه الناس بأمان. وعلى الرغم من كل كذب نونيز الا ان لوسيانا بتقرر تفضل برضه في القرية. وبنرجع لترافيس اللي بيبقى بدأ يحقق مع براندون وديريك. في الأول بيبقى هادي جدا وعاوز يفهم اللي حصل، فبيقول له براندون إنه بعد ما سابهم كملوا طريقهم هما ال3، ولأنه كان تعبان هو وديريك كريس عرض إن هو اللي يسوق،
لكن خلال ما هو بيسوق تقريبا نام والعربية اتقلبت بيهم، وبيقول له انه نجا هو وديريك بإعجوبة. بس لما وصلوا لكريس لقوه على الأرض ميت. هنا ترافيس مش بيصدقهم بسبب القانون اللي هم متفقين عليه، وبيسألهم إذا كانوا لقوه فعلا ميت. ولما بيأكد له براندون انهم لقوه ميت بيبان من صوته انه متوتر وخايف. هنا ترافيس بيفهم على طول انهم بيكذبوا وانهم قتلوا ابنه، علشان كده بيمثل انه مصدقهم وبيضحك على مادي وبيخرج الكل بره الأوضة. بعدها بيبدأ يضرب في براندون هو وديريك لحد ما بيجبرهم يقولوا الحقيقة، واللي هي انهم قتلوا كريس. وبيطلع انهم بعد ما عملوا الحادثة كريس كان مصاب إصابة خطيرة، بس على حسب القانون بتاعهم واللي كريس نفسه كان موافق عليه فلازم يموت. وللأسف عملوا كده، وبراندون خلص عليه زي ما خلص على جيمس بدون تفكير. طبعا ترافيس بيبقى مصدوم وبيقرر انه لازم ينتقم لابنه ويقتلهم، علشان كده بيبدأ يعجن فيهم هما الاتنين بدون رحمة. حتى لما أوسكار بيحاول يتدخل بيخبطوا بالباب، وبيرجع يكمل ضرب في براندون وديريك لحد ما بيخلص عليهم واحد ورا التاني. وبعد ما ترافيس نفذ انتقامه اخوات أوسكار بيجروا ينقذوه، وبسبب اللي ترافيس عمله ده إلينا بتخلي كام واحد يقبضوا عليه، بما ان كان في اتفاق ما بينهم لما أسسوا المجتمع ده ان ممنوع فيه القتل، فهم قابضين عليه دلوقت لحد ما يشوفوا هيتصرفوا معاه ازاي. في الناحية التانية جوه القرية كدبة نونيز بتبقى بدأت تتكشف أكتر، وده لأن الفيروس بدأ ينتشر في جسمه وخلاص على وشك إنه يموت ويتحول. أما نيك بيبقى لم هدومه وجهز شنطته وماشي، بس قبل ما يمشي بيروح يتكلم مع لوسيانا لتاني مرة، وبيحاول يقنعها تهرب من هنا هي وأهل القرية، ومع بعض أكيد هيلاقوا مكان أمان تاني يعيشوا فيه. لكن للأسف لوسيانا بتقرر تفضل في القرية مهما كان اللي هيحصل، علشان كده نيك بياخد شنطته وبيخرج لوحده على بره، وبنفس الخدعة اللي اكتشفها بيبقى ماشي وسط الزومبي عادي جدا. المفاجأة انه هو ماشي بيشوف حاجة غريبة، بيشوف طيارة هليكوبتر بتنزل في مكان زي ما يكون قاعدة او ملجأ ناس عايشين فيه. ولما بنرجع للفندق بنعرف ان اخوات اوسكار ما قدروش ينقذوه، وبسبب كده بيقرروا انهم ينتقموا من ترافيس واي حد هيحاول يساعده. وبالفعل بعد دقايق بنشوفهم داخلين للأوضة اللي هو فيها وبينزلوا فيه ضرب، فبتحاول مادي انها تتكلم معاهم وتحل الموضوع. بتقول لهم يسيبوه، وهم كلهم في المقابل هيسيبوا الفندق ويمشوا، بس لان اخو اوسكار مش موافق أليشا بتضطر للاسف انها تقتله. بعدها ترافيس بيهاجم الاتنين التانيين وفيكتور هو كمان بيساعده، وبعد ما سيطروا على الموقف بالاسلحه بيطردوهم على بره، وعلى طول بيجروا هم على واحده من العربيات في الفندق. الغريبه بقى ان فيكتور بيقرر يفضل هو يعطل اللي هيطردوهم شويه، وبعد ما هرب ترافيس مع عيلته ما بيبقوش عارفين هيروحوا على فين بالظبط. نيك بقى بعد ما شاف الهليكوبتر والمعسكر بيرجع للقرية. هناك بيتكلم مع نونيز وبيحكي له على كل اللي شافه، وبيقول له ان المكان ده مناسب ان هو ولوسيانا واهل القرية يعيشوا فيه. وبما ان اهل القرية ولوسيانا لسه بينفذوا اوامره بيقول له يغير رأيه ويديهم امر كلهم بانهم يسيبوا القرية قبل ما يوصل لهم ماركو وعصابته. في نفس الوقت مادي بتبقى خلت ترافيس يروح بيهم للمخزن بتاع العصابة، واللي بيتفاجئوا بان المخزن بقى فاضي تماما ومفيهوش اي حد. فبتدخل مادي مع ترافيس للمكان اللي ماركو كان بيعذب فيه العيلة، ودول لما بيلاقوا جثثهم بيبدأوا يفتشوا في هدومهم، وبيطلع ان مادي بتدور على اي دليل تعرف بيه مكان نيك. ولحسن الحظ بيلاقوا فعلا ورقة مكتوب فيها عنوان للقرية. المشكلة ان ماركو بيكون جمع عصابته وسبقهم على هناك، حرفيا جيش كامل من الجنود ومعاهم اسلحة كتير جدا، وبسبب اعدادهم والاسلحة اللي معاهم دي بيقدروا يخترقوا جدار حماية الزومبي. بس المفاجأة انهم لما بيدخلوا للقرية بيلاقوا ان كل السكان هربوا، الوحيد بس اللي بيكون موجود وبيراقب العصابة هو نونيز. بما انه كده ميت بيقرر يعمل حاجة قبل ما يموت، بيطلع ان عنده خطة علشان ما يسيبش القرية اللي اسسها للعصابة، والخطة دي هي انه بيروح يحرك الاتوبيس اللي عبارة عن بوابة ما بينهم وبين الزومبي. وقبل ما يلاحظ ماركو وجنوده اللي بيحصل نونيز بيكون نجح في تنفيذ خطته. هنا ماركو واللي معاه بيضطروا يدخلوا في حرب ضد الزومبي، بيبقى عندهم امل انهم ينظفوا القرية ويعيشوا فيها، لكن بسبب الاعداد الكبيرة للزومبي ماركو واللي معاه بيضطروا انهم يهربوا. في الوقت ده نيك بيبقى ماشي مع لوسيانا واهل القرية واخدهم في الاتجاه اللي شاف فيه المعسكر اللي بتنزل فيه الطيارة. وبعد دقايق مادي وترافيس وأليشا بيوصلوا هم كمان للقرية، لكنهم بيعرفوا على طول انهم وصلوا متأخر بما ان القرية فاضية تماما ومليانة بالزومبي. واللي بيأكد لهم كده هو انهم بيشوفوا ماركو نفسه قدامهم من ضمن الزومبي. بس قبل ما يسيبوا المكان بيلاقوا نونيز اللي خلاص على وشك انه يموت، وده لما بيعرف ان مادي ام نيك وبتدور عليه بيساعدها. بيقول لها ان نيك شاف حاجة في اتجاه الشمال وواخد اهل القرية لهناك،
نيك في الناحية التانية بيكون خلاص قرب يوصل بأهل القرية للمعسكر، لكن مرة واحدة وبدون سبب مجموعة من الأشخاص بيفتحوا عليهم النار. طبعا نيك بيبقى مصدوم ومش عارف يتصرف ازاي، ولأنهم مش مستعدين لكده بتحصل حرفيا مجزرة. الجنود دول بيخلصوا على أغلب سكان القرية، وحتى لوسيانا بتتصاب وبيقبضوا عليها هي ونيك. اللي مش مفهوم ان بعد كام يوم من اللي حصل ده بنشوف جنود قابضين على مادي وترافيس وأليشا، ودول بيدخلوا بيهم لقاعدة عسكرية لسه مش معروف هي تبع ايه بالظبط، وبرضه لسه مش واضح ازاي وليه الجنود دول قبضوا عليهم. المهم ان الجنود دول بيفصلوا ترافيس عن مادي وأليشا، بياخدوا ترافيس لوحده ينزلوه الزنزانة تحت الأرض مع أشخاص تانيين، والمفاجأة ان نيك ولوسيانا بيكونوا من ضمن الأشخاص دول. طبعا ترافيس أول ما بيشوف نيك بيروح يتكلم معاه، وده بيعرفه ان امه واخته هنا بس خدوهم لمكان تاني. ومن كلام ترافيس بنفهم انهم كانوا ماشيين في الاتجاه اللي قال لهم عليه نونيز، وحصل معاهم برضه نفس اللي حصل مع نيك واهل القرية، واللي من كلام نيك بنعرف ان للاسف اغلبهم ماتوا، ولسه محدش فيهم بيبقى عارف الجنود دول تبع مين وليه بيعملوا كده. وبنروح لمادي وأليشا اللي بيبقوا محبوسين في أوضة، واللي بعد شوية بيدخل قائد المكان ده يتكلم معاهم، وبنعرف ان اسمه تروي. وعلى عكس المعاملة مع ترافيس وباقي المساجين، تروي بيتعامل معاهم كويس جدا، وبيطلع ان تروي والجنود اللي حواليه عنصريين، يعني لما شافوا ان مادي وبنتها امريكان عاملوهم معاملة مختلفة. اما اصحاب البشرة الملونة واي حد من المكسيك اما بيقتلوه او يحبسوه كالعادة، يعني زي ما معروف عنهم. وبعد ما تروي ده بيخلص كلام معاهم بيخرج على بره، ومن كلامه مع الجنود بنفهم انه بيدرس الزومبي، يعني بيجيب مثلا شخص من اللي حابسهم يقتله ويسجل الوقت اللي هيتحول فيه. ولما بيخلص تروي المريض ده اللي بيعمله بيرجع تاني الأوضة لمادي، لكنها المرة دي بتبقى مستنياه وهي وأليشا بيبدأوا يهاجموه. واخيرا بتقدر مادي انها تتعرض معلقة في عينه، ولانه لو اتحرك هيموت او على الاقل هيخسر عينه بيقرر يستسلم ويمشي معاهم. المشكلة ان الجنود بيبقوا واخدين برضو ترافيس لنوع تاني من الدراسة، بيرموه في حفرة مع الزومبي وبيشوفوا هيقدر يفضل عايش قد ايه بالظبط. ولان ترافيس مضطر بيبدأ يقتل في الزومبي علشان يحافظ على حياته، وبعد ما خلص على كل الزومبي المشاكل ما بتنتهيش برضه، وده لان الجند اللي بيراقبه بيفتح البوابة لكل الزومبي يهاجموه. كل ده ومادي ماشية ومعاها تروي في قلب المعسكر، وبتحاول تشوف طيارة او عربية يهربوا بيها من هنا، لكن بيجي شخص تاني اسمه جيك يتكلم معاها، وده بنفهم من كلامه انه يبقى اخو تروي الكبير. علشان كده مادي بتقوله يرجع عيلتها ويسيبوهم يهربوا من هنا في مقابل انها تسيب اخوه، فبيوافق جيك وبيوعدها انه هينفذ لها كل طلباتها. وبالفعل لما مادي بتسيب تروي بيمنع اي حد انه يأذيها، ده كمان بيروح معاها للحفرة اللي فيها ترافيس، وبيأمر جنوده انهم يخرجوه من هناك بسرعة، وبرضه بيخليهم يجيبوا أليشا ونيك ولوسيانا. وواضح كده من تعامل جيك انه مش مريض زي اخوه، وده لانه بيعتذر لمادي وترافيس وبيعرض عليهم تعويض، بيقول لهم ان في زي قرية امان اهله عايشين فيها وممكن ياخدهم معاه لهناك يعيشوا معاهم. لكن مادي بترفض لانها مش واثقة فيهم بعد اللي حصل. الكارثة انهم قبل ما يمشوا الزومبي بيقتحموا المكان، ولان اغلب الجنود رجعوا للمقر الرئيسي بيبقى صعب انهم يوقفوهم، وبسبب اللي بيحصل مادي بتلاقي نفسها متحاصرة مع عيلتها، علشان كده بيضطر نصهم انهم يركبوا الطيارة مع جيك. اما مادي ونيك بيركبوا العربية مع تروي لان مفيش قدامهم حل تاني. وعلشان مادي تجمع عيلتها بيبقى لازم الاول انهم يروحوا للقرية اللي اتكلم عنها جيك، بس لان المشاكل ما بتنتهيش بيحصل حاجة تانية لجيك واللي معاه في الطيارة. خلال ما هم في الطريق للقرية بيحصل عليهم ضرب نار كتير جدا، لدرجة ان الطيارة بتتضرر بشكل كبير وبيبقى لازم انهم يهبطوا بيها. المشكلة الأكبر إن ترافيس بيتصاب إصابة خطيرة، ولأنه عارف إنه هيموت بيقرر للأسف إنه ينط من الطيارة بحيث ما يتحولش لزومبي وهو معاهم ويبدأ يهاجمهم. وعلى تاني يوم الصبح جيك واللي معاه بيكونوا نزلوا بالطيارة في الوادي، بس لأن الجو صعب وفي أمطار كتير بيقرروا إنهم يخيموا الليلة، ولما الجو يهدى شوية يبدأوا يتحركوا تاني ناحية القرية. في نفس الوقت تروي واللي معاه بيبقوا وصلوا لبوابات القرية، وبتبقى مفاجأة لتروي لما بيعرف ان اخوه لسه ما وصلش، على الرغم ان الطيارة معاه والمفروض ان هو يوصل اسرع. علشان كده بيدخل بسرعة يتكلم مع ابوه قائد المكان. اما مادي ونيك بيسيبهم بره لحد ما يشوفوا هيتصرفوا معاهم ازاي. وبعد دقايق من وصولهم بنشوف قائد المكان اللي اسمه اوتو جاي يتكلم مع مادي، وده بيخلي الحراس يفتحوا البوابة وبيسمح لهم يدخلوا، وبيبدأ يوضح لهم هم عايشين هنا ازاي والنظام اللي حطه للقرية، وبيعتذر لهم عن اي حاجة ابنه تروي عملها، وبيوعدهم ان لما جيك يرجع هيعرف منه اللي حصل ويعاقب تروي.
بس برضه بيهددهم بطريقة غير مباشرة إذا حاولوا يتصرفوا هم من نفسهم. وبنرجع لجيك واللي معاه في المكان اللي قرروا يباتوا فيه، ولأن المنطقة دي خطر اللي كانت سايقة الطيارة بتفضل صاحية تراقب المكان. ومن كلام جيك مع إليشا بنفهم إن اللي معاهم دي أخته الصغيرة، واللي بعد دقايق جيك بيسمعها بتبعت له إشارة، علشان كده بيروح يطمن عليها بسرعة ويشوف اللي حصل. الكارثة إنه بيلاقي زومبي وصلوا للمكان قبله وللأسف قتلوا أخته، فبيخلص على شوية منهم وهو متعصب وإليشا بتساعده. وتاني يوم الصبح بيكملوا طريقهم وبيوصلوا أخيرا للقرية، ودول أول ما بيشوفهم الحراس بيجروا يساعدوهم. وطبعا مادي بتسأل عن ترافيس بما إنها مش شايفاه معاهم، وبتبقى صدمة بالنسبة لها لما بتعرف من إليشا إنه مات. المشكلة بقى إن حالة لوسيانا بتبقى متدهورة وعلى وشك إنها تموت، علشان كده تروي بيرفض إنها تدخل للعيادة وبيقرر يخلص عليها بنفسه حالا قبل ما تموت وتتحول. وبسبب الحراس والسلاح اللي معاهم نيك ما بيقدرش يوقفه، بس بيقوله يديله المسدس وهو اللي هيخلص عليها بنفسه. لكن نيك أول ما بياخد منه المسدس بيهدده بيه، ولأنه واضح عليه إنه هيقتل تروي فعلا أوتو بيتدخل وبيوعده إنه لو سلموا السلاح هيدخلها تتعالج عندهم. فبيوافق نيك، وبالفعل أوتو بيدي أمر لجنوده إن لوسيانا تدخل العيادة. في نفس اليوم وبعد كل اللي حصل مادي بتجمع ولادها الاتنين تتكلم معاهم، ودول بتقول لهم إن أفضل خيار لهم دلوقتي هو إنهم يعيشوا هنا حتى لو اضطروا إنهم يسيطروا على المكان وهم اللي يحكموه. وبعد كام ساعة أوتو بيعمل اجتماع لكل أهل القرية، واللي بيبقى من ضمنهم مؤسسين زيه من البداية، ودول بيبقوا متضايقين جدا من اللي حصل وإنهم خسروا القاعدة العسكرية، وبرضه بيبقوا متضايقين إن في حد هاجمهم ودمر الطيارة، وبيبقوا عاوزين يعرفوا مين اللي هاجمهم وينتقموا منه. في الناحية التانية بنشوف فيكتور هو كمان بعد ما هرب من الفندق، وده بيوصل لمكان مليان بالناس بيملوا مية، وده في مقابل كده بيدفعوه لأشخاص معاهم أسلحة قدامهم. فيكتور بقى بينزل يتكلم مع الأشخاص دول وبيسأل عن شخص اسمه دانتي، وبيقول لهم إنه صاحبه وعاوز يتكلم معاه، لكن الأشخاص دول بيرفضوا إنهم يدخلوه للمكان وبيبقوا على وشك إنهم يقتلوه، لولا إن في شخص بيتدخل في آخر لحظة وبيوقفهم. وبيطلع إن اللي وقفهم ده هو دانتي اللي بيتكلم عنه فيكتور، واللي بيقعد يتكلم معاه عن الماضي وبيرحب بيه في المكان. وبعد ما خلصوا كلامهم دانتي بياخد فيكتور يوريه المكان اللي تحت سيطرته. دانتي بيبقى مسيطر على سد كامل بجنوده وأسلحته، وكل السكان اللي شفناهم بيدفعوا له فلوس أو أي حاجة علشان يشتروا منه مية، واللي بيحاول يسرقه أو يعدي من جسر السد من غير موافقته بيرميه من فوق السد. واضح كده إنه رمى أشخاص كتير جدا لأن الزومبي بيبقوا مالين المكان تحت. الصدمة إنه بيخلي رجالته يمسكوا فيكتور علشان يرموه، وبيطلع إن دانتي عارف فيكتور كويس جدا. بيقول له إنه غالبا من أول ما وصل لهنا بيفكر إزاي ياخد مكانه، وهينتهي الموضوع بإنه هيقتله عاجلا أم آجلا وهيحكم هو مملكة السد. فبينكر فيكتور وبيقول له إنه كان مجرد بيدور على مكان يعيش فيه. وقبل ما رجالة دانتي يرموه بثواني دانتي بيغير رأيه، بس بيقول لفيكتور إنه من هنا ورايح شغال عنده، وأي غلطة هيعملها أو لو حس إنه هيخونه هتبقى دي نهايته. بس الأول قبل ما يبدأ شغل بيقرر إنه يحبسه كام يوم. وبنرجع للقرية وأوتو بيتكلم مع السكان، بيقول لهم إنه قرر يكون فرقة تخرج على بره بحيث يدوروا على الأشخاص اللي ضربوا نار على الطيارة، ولو لقوهم إما يقتلوهم أو يقبضوا عليهم علشان يتخلصوا من خطرهم. ومن ضمن اللي بيتطوعوا علشان يخرجوا مع المجموعة دي هي مادي. فيكتور بقى وهو في الحبس بيبقى عدى عليه كام ساعة وعطشان جدا، وعلى عكس أوامر دانتي بيلاقي شخص بيديله إزازة مية. المفاجأة بقى إن الشخص ده بيطلع هو دانيال. طبعا فيكتور بيفكر إنه بدأ يهلوس لأن دانيال المفروض مات في الحريقة، بس علشان نفهم اللي حصل بنرجع شوية للماضي وبنكتشف إن دانيال قدر يخرج من الحريقة عايش، هو بس بيبقى مصاب بحروق كتير جدا وكمان عطشان وعلى وشك إنه يموت. واللي بيزود مشاكله أكتر إن الزومبي كمان بيبدأوا يطاردوه، لكن لحسن حظه بيجي شخص ينقذه في الوقت المناسب. ومن كلام الشخص ده مع دانيال بنعرف إن اسمه موراليس، واللي لما بيشوف حالة دانيال بيقرر كمان إنه يساعده، بس علشان يعالجه ويديله مية بياخده معاه للمخبأ بتاعه. هناك بنعرف إن في نافورة مية في المكان بتشتغل كل يوم في وقت معين، ودي بعد ما بيشرب منها دانيال بيملى منها موراليس شوية جراكن، وبيروح بعدها يدي المية دي لشوية سكان في المدينة. المشكلة إنه هو بيديهم المية بيعدي عربية عليها جنود بأسلحة، ودول بيستخبى منهم موراليس هو وكل اللي معاه. ولأن حالة دانيال اتدهورت تماما موراليس بياخده لدكتورة يعرفها اسمها لولا،
وبعد كام يوم من علاجه رجله بتتحسن شوية وبيبدأ يخرج مع موراليس. ولما بيرجعوا للمخبأ بنعرف إن دانيال ناوي يسيب المكان، بيبقى عاوز يخرج يدور على بنته أوفيليا. وبنعرف برضه من كلامه إنه قدر يخرج من وسط الحريق بمعجزة، بس على ما خرج ملقاش أي حد في المكان غير الزومبي. في نفس الليلة بعد ما اتكلموا شوية دانيال بيخرج على بره، وكالعادة بيقابل زومبي وبيخلص عليه. لكن المشكلة إن الزومبي التاني اللي بيقابله بيكون ضخم جدا، وده بيبقى على وشك إنه يهاجمه ويقتله. بس الحظ دانيال الغريب إن صاعقة بتضرب المكان وبتخلص على الزومبي، لكن هو برضه بيغمى عليه وبيترمي في مجرى المية. وعلى تاني يوم الصبح المية بتكون جرفته عند السد، وبالصدفة الاتنين اللي بينظفوا المواسير من الزومبي بيلاقوه، فبياخدوه معاهم يعالجوه من غير ما يعرفوا أي حد. المفاجأة إن بتجيلهم نفس الدكتورة لولا اللي عالجت دانيال قبل كده، ودي بتستغرب وما بتبقاش فاهمة هو وصل لهنا إزاي. المهم إنها بتاخده معاها لمكتبها، ومن كلامها مع دانيال بنفهم إنها شغالة عند دانتي، وعلشان تحل المشكلة دي بتقوله إنه لازم يمثل إنه كان جاي يطلب شغل، بس ما يقولش إنها عالجته قبل كده أو حتى يعرفها. وبالفعل ده اللي بيحصل لما بيشوفهم رئيس الحراس عند دانتي واللي اسمه إكسفيل. ولأن لولا وظيفتها إنها تعالج المية بتقوله إنهم محتاجين موظفين أكتر، بما إن أعداد الزومبي بتزيد عاوزين ناس أكتر تنظف المواسير. ولحسن الحظ بتنجح فعلا إنها توفر شغل لدانيال في المكان، واللي بعد ما خلص شغله في تنظيف المواسير بيدخل ياكل مع باقي العمال. المشكلة إن لما دانتي بيدخل للمكان دانيال الوحيد اللي ما بيوقفش، وده بيخلي إكسفيل يروح يرخم عليه، لكن دانيال مش بيستحمل اللي بيحصل ده وبيضربه. ولما دانتي بيشوف اللي بيحصل بيروح يتكلم مع دانيال، والمفاجأة إنه بيعرف على طول من تصرفات دانيال إنه خدم في الجيش. ده كمان بيعرف إنه كان من ضمن قوات خاصة اسمهم قوات الظل الأسود، قوات سمعتها سيئة جدا، ومعروف إن كل اللي خدموا فيها سفاحين مدربين على أعلى مستوى. طبعا لولا أول ما بتعرف المعلومات دي عن دانيال بتندم إنها أنقذته أصلا من البداية. أما دانتي بقى بيقرر إنه يستغل دانيال لحسابه، بيقوله يشتغل عنده ويكون رئيس الحرس ويدرب الجنود، وهو هيديله أعلى مكانة في مملكة السد وينفذ له أي حاجة يطلبها. وبالفعل دانيال بيوافق وبيخرج على طول في دورية مع الجنود. ومن كلامه مع الجنود بنفهم إنهم بيدوروا على شخص بيسرق منهم مية، بس لسه ما بيبقوش عارفين بيسرقها إزاي ومنين. طبعا دانيال بيفهم على طول لأنهم بيتكلموا عن موراليس، وللأسف بيوصلوا المرة دي للمخبأ بتاعه اللي فيه النافورة، بس لأن المكان فاضي والنافورة مش شغالة بيبقوا خلاص هيمشوا. لكن دانيال بيلاحظ إن خلاص فاضل ثواني على وقت وصول المية، علشان كده بيشتت انتباههم وبياخدهم لمكان موراليس. ولما بيرجع للسد لولا بتبقى مصدومة من اللي عمله، فبيبرر دانيال إنه عمل كده علشان يحمي النافورة بما إنها المصدر الوحيد للمية لكل السكان. والسبب التاني هو إن لولا أصلا هي المسؤولة عن فتح المية كل يوم ليهم في نفس الميعاد، فلو لقوا النافورة ممكن يوصلوا لها ودانتي يقتلها. لكن لولا برضه ما بتقتنعش بكلامه، وبتقوله إنه مجرم وإنها ندمت إنها أنقذته وكان لازم تسيبه يموت. وبكده نبقى عرفنا إزاي دانيال وصل لهنا وإزاي لسه عايش. ولما بنرجع للحاضر أول حاجة بيسألها دانيال لفيكتور هي إذا كانت أوفيليا لسه عايشة، فبيقوله فيكتور إنها لسه عايشة وخرجت معاه هو ومادي وأليشا. وعلشان يخرج من حبسه بيقوله إنه كلهم قاعدين في فندق بعيد عنهم يوم، فممكن يخرجوا من هنا وهو هياخده لهناك يقابلها. بس لأن دانيال عارف فيكتور كويس بيبقى عارف إنه بيكذب، هو بس ما بيبقاش عارف هو بيكذب في إيه بالظبط. بيكذب إذا كانت بنته لسه عايشة ولا إذا كان يعرف مكانها. علشان كده بيقرر يعتبر إن بنته ماتت وبيسيب فيكتور في الحبس. بعدها بيروح للمكان اللي حابسين فيه موراليس وبيعذبوه، وبسبب سمعة قوات الظل الأسود دانتي بيبقى عاوز دانيال هو اللي يعذبه. فبيقرب دانيال من موراليس وبيقول له إنه كده كده ميت، فالأفضل ليه إنه ما يتكلمش ويحمي لولا، وهو هيحاول يقتله بسرعة. والصدمة إنه بيبدأ يضربه ويعذب فيه فعلا، بس لأن لولا مش متحملة اللي بيحصل بتتدخل وبتوقف دانيال. هنا دانتي بيفهم على طول إنها بتساعده، علشان كده بياخدهم هما الاتنين وكل اللي شاكك فيهم لأعلى مكان في السد، وبيبدأ بأول واحد فيهم وبيرميه على الزومبي. بس لما بيجي الدور على لولا الموضوع بيتغير. دانيال بيتعصب وفي ثواني بيخلص على إكسفيل وكل الحراس اللي جنبه، وأخيرا بيخلص على دانتي نفسه. وبعد اللي حصل ده بيخرج مع فيكتور على بره، بما إنه بقى حر دلوقتي بيخليه ياخده للمكان اللي قاله إن فيه بنته. في الناحية التانية مادي بتبقى خرجت مع تروي والمجموعة اللي كونها أوتو، واللي مهمتهم هي إنهم يلاقوا الأشخاص اللي هاجموهم. بس قبل ما يكملوا طريقهم تروي بيقرر إنه يقتل شوية في الزومبي. كالعادة بيعمل زي وقت محدد لنفسه يخلص فيه على المجموعة كلها،
بعدها بيكملوا طريقهم للمكان اللي المفروض جيك ساب فيه الطيارة، لكنهم بيتصدموا لما ما بيلاقوهاش في مكانها. معنى كده ان ايا كان اللي ضرب عليهم نار هو اللي سرقها، وطبعا ده بيقلقهم اكتر لانه ممكن يصلح الطيارة دي ويستخدمها ضدهم. علشان كده بيبقى لازم انهم يلاقوه في اسرع وقت ممكن. وخلال ما هم بيدوروا في المنطقة بيلاقوا بيت حصل عليه هجوم، فبينزلوا بسرعة يدوروا يمكن اللي نفذ الهجوم ده لسه هنا، لكن واضح كده ان المكان فاضي تماما. مجرد بس بيلاقوا صاحب البيت اللي على وشك انه يموت قاعد على كرسي، وبسبب اصابته من اللي هاجمه الطيور بتبقى بتاكل منه وهو حي، وعلشان مادي تريحه من العذاب اللي هو فيه بتقتله. المشكلة انهم قبل ما يسيبوا المكان بيظهر شخص من وراهم، وواضح من كلام تروي انه يعرفه وانه عدو ليهم. الشخص ده بيبقى من السكان الأصليين للمنطقة واسمه تاكر، وسبب المشاكل دي كلها هي الأرض اللي بيقول إنها تخص أجداده. وعلى الرغم إن تاكر معاه جندي واحد إلا إنه بيبقى واثق جدا من نفسه، وبيقول لتروي يخلي رجالته ينزلوا أسلحتهم حالا. وبيطلع إن سبب ثقة تاكر إنه مش لوحده ولا حاجة، ده بيبقى معاه جنود بقناصات وأسلحة محاصرين المنطقة بالكامل. علشان كده بيضطر تروي غصب عنه هو وجنوده إنهم يسلموا أسلحتهم، واللي بيقول تاكر انه هياخدها وكمان هياخد عربياتهم واي حاجة معاهم. ده غير انه بيقول لتروي يوصل رسالة لابوه، والرسالة دي هي ان ارض القرية اللي هم عليها لازم ترجع لاصحابها. وبيبعت تهديد برضه انهم لو ما سابوش القرية هيقتل كل اللي فيها. وبعد كام ساعة بنرجع لفيكتور ودانيال اللي بيبقوا وصلوا للفندق، لكن فيكتور بيتصدم لانه بيلاقي الفندق زي ما يكون مهجور وما فيهوش اي حد. وعلى الرغم من كده دانيال بيصمم انهم يدخلوا يدوروا على بنته. طبعا فيكتور بيبقى عارف انه بيكذب اصلا وان اوفيليا مش هنا، ولان دانيال حس بكده برضه بيهدده بالسلاح وبيخلي الزومبي يهاجموه وبيسيبه ويمشي. وعلى ما بيخرج فيكتور على بره دانيال بيكون مشي بالعربية، فبيجري فيكتور بسرعة يستخبى قبل ما الزومبي يخلصوا عليه. تاني يوم الصبح في القرية نيك وأوتو بيلاقي تروي والفريق راجعين، بس بيبقوا راجعين متبهدلين تماما، وده لأن تاكر سرق منهم كل حاجة حتى الجزم اللي كانوا لابسينها. طبعا كل أهل القرية بيبقوا مصدومين من شكلهم، واللي بيصدمهم أكتر هو كلام واحد من الجنود واللي بينقل لهم رسالة تاكر إنه هيقتلهم كلهم، ده لو ما سابوش أرض أجداده خلال كام يوم. وبعد وصولهم أوتو بيتكلم مع أولاده ومادي، وعلى عكس رأي تروي إنهم يخرجوا بفرقة تانية، أوتو بيقول إنهم هيدافعوا عن المكان. ومن كلام أوتو بنفهم فعلا إن أرض القرية كانت تبع الهنود الحمر، وهو ورجالته قتلوا السكان الأصليين وسرقوا الأرض كالعادة، يعني مش جديد عليهم وزي ما بيحصل حاليا. المهم إن أوتو بيقرر إنهم مش هيتفاوضوا مع تاكر، وبيقول إن من هنا ورايح هيزود الحراسة. المشكلة إن بسبب تهديد تاكر واحد من المؤسسين بيقرر يسيب القرية، وده علشان عيلته يأمنوا نفسهم بياخدوا كميات كبيرة من مخزن الأكل، ولأن تروي عارف إن ده هيأثر على باقي السكان بيوقفهم. لكن بيطلع إنهم اتفقوا مع أوتو وهو موافق على كده، وبالفعل العيلة دي بعد ما جهزوا عربيتهم بيتحركوا على بره، وبرضه تروي بيحاول يوقفهم على عكس أوامر أبوه، لكن جيك بيتدخل وبيخليه يسيبهم يمشوا. وبعد اللي حصل ده تروي بيجمع كل الجنود، وعلشان القرية ما تفضاش من الجنود بيهددهم، بيقول لهم إن أي حد هيفكر يمشي مش هيسمع لكلام أبوه تاني وهيخلص عليه. اللي مش مفهوم إن بعد أقل من 24 ساعة أوتو بيلاقي حصان على سور القرية، والمفاجأة إن الحصان ده بيطلع بتاع صاحبه اللي مشي مع عيلته. علشان كده أوتو بيخرج بسرعة على بره مع مادي ونيك، لأنه بيبقى شاكك إن في حاجة حصلت للعيلة دي والحصان هرب ورجع للقرية. في نفس الوقت في القرية جيك بيبقى بيجهز برضه وخارج على بره، ومن كلامه مع أليشا بنعرف إنه رايح يتفاوض مع تاكر، يمكن يوصل معاه الحل يوقف الحرب دي ويعيشوا كلهم في سلام. وبعد دقايق أوتو واللي معاه بيوصلوا لعربية صاحبه، واللي بيبقى حد ضارب عليهم نار وقاتل كل اللي فيها، حتى إن باقي أفراد العيلة بيبقوا ماتوا وتحولوا لزومبي، ودول بيخلص عليهم أوتو هو ومادي قبل ما يهاجموهم. بعدها بيحطوهم في العربية علشان يرجعوا بيهم للقرية، بس قبل ما يرجعوا نيك بيقول لمادي إنه شاكك إن تروي هو اللي عمل كده، لكن مادي لأول مرة بتدافع عنه وبتقول إنه أكيد تاكر، لكن نيك ما بيبقاش مقتنع تماما بكلامها، وبيقول لها إن تاكر اللي سرق جزامهم قبل كده مستحيل يسيب العربية دي وكل مخزون الأكل. حتى إن كلام أوتو هو كمان مع مادي بيقول برضه إنه عارف إن تروي هو اللي عمل كده. وبعد ما خلصوا كلام وجمعوا الجثث بياخدوا العربية وبيرجعوا بيهم للقرية، وطبعا منظر الجثث بيبقى صدمة لكل السكان، وبيبقى كفيل إنه يخلي أي حد يخاف إنه يسيب القرية ويمشي. وعلشان نفس السبب مادي بترمي اللوم كله على تاكر، على الرغم إنها عارفة ومتأكدة إن كلامها كله كذب،
بس هي بتبقى عاوزة تحمي عيلتها، وده عن طريق انها تحافظ على القرية بان السكان يفضلوا فيها. وبالفعل بسبب كلامها اهل القرية بيقتنعوا انهم في امان هنا اكتر من بره. أليشا بقى بعد ما سمعت ان تاكر اللي عمل كده بتجري تجهز شنطتها، وبتقرر انها تخرج ورا جيك علشان تحذره، بما ان مفيش اي حد غيرها عارف انه رايح يقابل تاكر. اما مادي اللي بدأت تكذب وتعمل كل حاجة علشان تحمي عيلتها بتروح تتكلم مع تروي، وبتلمح له انها عارفة ان هو اللي قتل العيلة، لكنها برضه بتشجعه ان هو اللي لازم يمسك القرية. بتفضل تقول له ان ابوه قريب مش هيكون قادر يحمي السكان، وان هو اشجع من اخوه والجنود كلهم بيسمعوا كلامه. مادي بتبقى بتحاول تسيطر عليه وتخليه ينفذ كل كلامها بعد كده. في الوقت ده جيك بيكون قرب يوصل لمنطقة تاكر، لكن فجأة وهو في الطريق بيلاقي أليشا وراه، ودي بتحكي له كل حاجة حصلت وبتحذره من مقابلة تاكر. لكن جيك برضه بيصمم انه لازم يقابله علشان يوقف الحرب اللي هتحصل، فبتنضم له أليشا وبيكملوا ماشي لحد ما بيوصلوا لمنطقة تاكر. هناك أول ما بيدخلوا للمكان بيسلموا أسلحتهم للجنود، وبيجي تاكر يتكلم معاهم علشان يشوف عاوزين ايه بالظبط. وعلى عكس توقعه بيلاقي جيك بيقول له انهم مستحيل يسيبوا القرية، فبيقول له تاكر انه كده كده مش عاوزهم يمشوا، وده لانه عاوز ينتقم لأجداده قبل ما ياخد الأرض زي ما قتلوهم زمان. بيقول انه هيخلص على سكان القرية واحد ورا التاني. وخلال ما هما بيتكلموا بتيجي واحدة تقدم لهم أكل. المفاجأة ان اللي بتقدم لهم الأكل دي بتطلع هي أوفيليا، فبتخرج أليشا تتكلم معاها بره وهي متعصبة جدا منها بما انها سابتهم من غير سبب في الفندق، وكمان سرقت عربيتهم. وبرضه بتسألها ازاي وصلت لهنا وامتى، فبتعتذر لها أوليفيا وبتقول لها ان العربية عطلت بيها في الصحراء، وكمان المية اللي معاها خلصت وكانت على وشك انها تموت، لولا ان تاكر لقاها في الوقت المناسب وانقذها. ومن يومها وهي شغالة معاهم في المكان ده وبتساعدهم. وبعد ما جيك خلص كلام مع تاكر بيجي لأليشا يقول لها انهم وصلوا لاتفاق، لكن تاكر بيبقى عاوز جيك يعرض الاتفاق على اوتو الاول، وعلشان يضمن المفاوضات دي هيعملوا تبادل رهاين. وبالفعل بعد كام ساعة مادي بتلاقي جيك راجع مع أوفيليا، ولما بتعرف من جيك اللي حصل بتبقى متعصبة جدا منه، فبيطمنها جيك وبيقول لها ان أليشا في امان وانه هيرجعها قريب. بعدها بيدخل للقرية بسرعة علشان يعرض الاتفاق على اوتو. وخلال ما أليشا مع تاكر بيتكلم معاها وبيفرجها على المعسكر، وبيقول لها ان سواء اوتو وافق او موافقش كده كده هياخدوا الارض. وبيطلع ان هو فعلا اللي سرق الطيارة، ومخلي ناس من عنده يشتغلوا على تصليحها في اسرع وقت ممكن، لان بوجود الطيارة معاهم هيكسبوا الحرب دي بكل سهولة. وبنرجع لجيك اللي بيعرض على ابوه الاتفاق، وبيطلع ان في شرط اساسي لتاكر للسلام، وهو انهم يدوهم ميه، وده لان في جفاف من 5 سنين في المنطقه، وحاليا مخزون ميتهم قرب ينتهي، وفي مقابل الميه اللي هياخدوها منهم كل فتره هيسيبوهم يعيشوا على ارض القريه. لكن اوتو برضه بيقول انه مستحيل يوافق على كده. وطبعا مادي لما بتدخل وبتسمع كلامه بتتضايق، وبتقول له ان بنتها في خطر بسبب ابنه ولازم يوافق. لكن برضه اوتو بيرفض، وبيقول لها انه لو وافق على المفاوضات دي هتبقى بداية النهاية ليهم. في نفس الليلة حد بيخطف أليشا من جوه معسكر تاكر، وبيطلع ان اللي بيخطفها ده هو تروي وجاي ينقذها، وده بيبقى بسبب مادي اللي اقنعته يعمل كده، واللي بتبقى على مسافة جنب المعسكر مع نيك بيراقبوا اللي بيحصل. المشكلة ان خلال العملية دي واحد من جنود تاكر بيبقى هيكشفهم، لولا ان نيك بيتدخل وبيخلص عليه بسرعة، لكن برضو الجنود بياخدوا بالهم وبيبدأ ضرب النار ما بينهم، فبينسحب تروي مع الجنود وبتساعدهم مادي. طبعا جيك اول ما بيشوفهم داخلين للقرية بيتعصب، وبيقول ان باللي هم عملوه ده اعلنوا الحرب. ولما أليشا بتعرف ان امها هي اللي اقنعت تروي يعمل كده بتتضايق منها، وعلشان جيك يحاول يوقف الحرب بيملى العربية بالمية تاني يوم. لكن قبل ما يمشي تروي بيقول له ان ده اغبى قرار هياخده في حياته، وبيقول له كمان انه حاسس انه لو راح لتاكر المرة دي مش هيرجع. لكن على الرغم من كده جيك بيصمم على اللي عاوز يعمله. وفيليا بقى قبل ما ترجع معاه بتتكلم مع أليشا، وبتقول لها تحاول تخرج النهاردة مع عيلتها من القرية. واضح ان أوفيليا عارفة حاجة بس ما بترضاش تقول ايه اللي هيحصل بالظبط. وزي ما توقع تروي جيك اول ما بيوصل جنود تاكر بينزلوا فيه ضرب، حتى ان تاكر نفسه بيمسكه وبيكون على وشك انه يقتله. لكن أوفيليا بتوقفه وبتقول له ان ده الوحيد فيهم اللي عاوز السلام، فبيسيبوا تاكر عايش وبيسمح له انه يرجع للقرية. اللي مش مفهوم ان بعد كام ساعة بيجي واحد من رجال تاكر للقرية هو كمان،
وده بيرمي لهم أوفيليا على البوابة وبيسيبها ويمشي. ولما بتدخل أوفيليا تتكلم معاهم وتفهمهم اللي حصل بتقول إن تاكر شك فيها ومعتقد إنها ادتهم معلومات عن المعسكر ساعدتهم في الهجوم، فبيوافق أوتو إنها تفضل معاهم، بس لأنه مش واثق فيها بيقول لمادي إنها مسؤوليتها. في نفس الليلة تروي بيبقى سهران مع كل الجنود، كلهم بيبقوا مستعدين لهجوم تاكر في أي لحظة، وبينظموا نفسهم في دوريات وبيوزعوا الجنود على كل حدود القرية. لكن على الرغم من كل تهديدات تاكر إلا إن المكان بيبقى هادي تماما. الغريبة بقى إن الجنود فجأة بيبدأوا يتعبوا من غير سبب، واحد ورا التاني بيشتكوا من ألم رهيب في بطنهم وبيقعوا على الأرض مغمى عليهم، ومن شدة صراخ الجنود كل اللي في القرية بيصحوا بيفكروا إن الهجوم بدأ وإن تاكر بيقتل في الجنود. المشكلة التانية إن بسبب المرض الغريب ده أغلب الجنود بيموتوا، وخلال دقايق بيتحولوا لزومبي وبيهاجموا سكان القرية. طبعا تاكر أكيد له علاقة باللي بيحصل، بس لسه مش مفهوم إزاي ولا عمل إيه تحديدا. وخلال ما كل ده بيحصل نيك بيلاحظ إن أوفيليا بتهرب، فبيفهم على طول إن هي السبب في اللي بيحصل وبيبدأ يطاردها هو ومادي. وقبل ما تدور العربية وتهرب بثواني مادي بتلحقها وبتوقفها، ودي بتفضل تضرب فيها وتسألها هي عملت إيه بالظبط. الكارثة إن على تاني يوم الصبح أكتر من نص الجنود بيكونوا ماتوا، ده غير كمان السكان اللي ماتوا بسبب هجوم الجنود دول عليهم لما تحولوا لزومبي، وكمان أغلب السكان وباقي الجنود بيكونوا تعبانين. ومن كلام مادي بنعرف إن أوفيليا حطت لهم حاجة زي سم في الأكل، وده على حسب اتفاقها مع تاكر إنهم يدمروهم قبل الهجوم. وبنعرف إن من ضمن المصابين كمان نيك، وعلشان يقدروا يعالجوا كل المصابين دول بيبقى لازم إنهم يعرفوا نوع السم الأول. ولأن مفيش حل تاني مادي بتاخد أوفيليا معاها وبتروح لتاكر، وده بتهدده إنها هتقتل أوفيليا وهتقتله بعدها لو ما قالهاش اسم السم. فبيقول لها تاكر إنهم استخدموا مادة اسمها الجمرة الخبيثة، والصدمة إن المادة دي ما بيبقاش ليها أي علاج. تاكر مجرد بيقول لها إن ابنها لو قوي هيعيش، أما الأشخاص اللي مناعتهم ضعيفة هم اللي هيموتوا. ولأن خلافه مش مع مادي بيخلي رجالته يسيبوها تمشي. وقبل ما نكمل معاهم ونعرف الحرب دي هتنتهي على إيه بنروح الأول لفيكتور، واللي بيبقى لسه عايش وبيدور على مكان يعيش فيه. المفاجأة إنه وهو بيتحرك قريب من الشط بيشوف اليخت بتاعه قدامه، فبيروح بسرعة يشوفه إذا كان لسه شغال ولا لأ. بس المشكلة إنه أول ما بيدخل بيلاقيه مليان بالزومبي، فبيبدأ ينظف اليخت الأول قبل ما يحاول إنه يتحرك بيه. بس لسوء حظه إن بعد كل ده لما بيجي يجرب اليخت بيلاقيه عطلان تماما. وبعد شوية مادي بتكون رجعت للقرية وبتعرفهم المادة اللي استخدمتها أوفيليا، وبتقول لجيك إن تاكر كده يعتبر كسب الحرب، لأن حتى لو الجنود فضلوا عايشين مش هيبقوا قادرين إنهم يحاربوا. علشان كده بيحاولوا يفكروا في أي خطة ينفذوها. وبالفعل في نفس الليلة معسكر تاكر بيصحوا على كذا حريق في المكان، وبيطلع إن مادي هي اللي خططت لكده بس لسه مش واضح السبب. كل اللي بنشوفها بتعمله بمساعدة تروي هو إنها بتسرق كرفان من المعسكر وبتهرب. في الوقت ده جوه القرية نيك بيبقى داخل يتكلم مع أوتو، بيبقى عاوز يعرف الحقيقة والأرض دي تخص مين فعلا. فبيقول له أوتو إنهم خدوها من السكان الأصليين في مقابل قليل، يعني من الآخر ضحكوا عليهم. ولما بدأ أجداد تاكر يطالبوا بحقهم زمان قتلوهم. وبنعرف إن أبو تاكر وعمه وجده كانوا من ضمن اللي اتقتلوا. هنا نيك بيقول له إن الأرض دي ملك الهنود الحمر ولازم يسلمها لهم، لكن أوتو بيرفض وبيقول له إن الأرض اللي يقدر يحافظ عليها. وعلى الصبح مادي بتبقى رجعت بالكرفان للقرية، والكارثة إن تاكر وكل جنوده بيبقوا جايين وراها. ومن كلام مادي بنعرف إن الكرفان ده مليان بتاريخ الهنود الحمر، تاريخ كله بما فيه بقايا لهياكل عظمية لأجداد تاكر، وده بالنسبة للسكان الأصليين حاجة مهمة جدا. علشان كده هي سرقت الكرفان بحيث يتفاوضوا معاه. وبالفعل بتبدأ المفاوضات وبيجي تاكر يتكلم مع مادي بما إنها يعني هي صاحبة الخطة. بتقوله إنهم هيسلموا الكرفان في مقابل السلام، والسلام ده بيبقى عبارة عن إنهم يعيشوا مع بعض هما الاتنين على نفس الأرض، بس برضه تحت حكم أوتو. وكبداية بتديله واحدة من الجماجم اللي تخص أهله، واللي كان أوتو دافنهم جوه القرية بعد ما قتلهم. لكن برضه تاكر بيرفض وبيصمم على الحرب، فبترجع مادي تعرفهم إنه مصمم ياخد القرية، واداهم مهلة 24 ساعة لحد ما يفضوها وإلا هيموتوا كلهم. ولأن مادي عارفة إنهم هيخسروا الحرب بتروح تتكلم مع أوتو، واللي بيبقى بيستعد للحرب وبيحصن بيته أكتر. ومن كلام مادي معاه بنكتشف إنها كدبت على الكل، لأنها بتلمح لأوتو إنها عملت اتفاق مع تاكر في مقابل إنها تموته. وخلال ما هما بيتكلموا بيجي نيك يشوف اللي بيحصل،
وواضح كده انه كان عارف ان امه عملت اتفاق وخبت عليهم. الصدمة ان نيك لما بيدخل هو اللي من غير تفاهم بيخلص على اوتو، فبتاخد منه مادي المسدس بسرعة وبتحاول تخليها تبان كأنه انتحر. وبعد دقايق لما بيجي تروي وجيك على الصوت بيشوفوا ابوهم ميت، فبينقلوا جثته بعد ما اقتنعوا بكلام مادي علشان يجهزوها للدفن تاني يوم. اما مادي على حسب الاتفاق بتروح تاخد دليل من الجثة، وبعدها بتروح تسلمه لتاكر بحيث يوقف الحرب ويلتزم بالاتفاق. وبالفعل بعد ما تم الاتفاق تاكر بيجي بجنوده للقرية، بما ان الكل وافق خلاص انهم يعيشوا مع بعض على ارض القرية بسلام. وعلى حسب شروط تاكر ان هو اللي يحكم، جيك بياخده للمخزن. وطبعا كل اللي بيحصل ده بيبقى معصب تروي جدا، وبسببه كل الاتفاق ده بيبقى على وشك انه ينتهي ويرجعوا يحاربوا بعض. لكن جيك بيقدر يسيطر على الموقف وبيطرد اخوه على بره. بعدها بيوري لتاكر ترسانة الاسلحة الخاصة بيهم، وبيديله مفتاح من مفاتيح القفل الاتنين بحيث محدش فيهم يبقى عنده صلاحية انه يخرج سلاح بدون موافقة التاني. في الناحية التانية دانيال بيبقى رجع لمملكة السد، واللي بنعرف ان لولا حاليا هي اللي بتديرها بمساعدة موراليس. وعلى عكس دانتي تماما، لولا بتوزع المية ببلاش على كل السكان. ده اكيد تحت حراسة دانيال لان في اشخاص كتير عاوزين يسيطروا على السد. وبنرجع للقرية بعد ما الشعبين بقوا مجبورين انهم يعيشوا مع بعض. لكن وسط السلام ده بيحاول واحد من جماعة تروي انه يقتل واحد من جماعة تاكر، ولحسن الحظ بينتهي الموضوع بان مفيش حد بيموت، مجرد بس اللي حاول ينفذ الهجوم ده بيغمى عليه. وبسبب اللي حصل تاكر بيتعصب وبيقول ان شعبه في خطر، علشان كده بيقرر يروح يفتح ترسانة الاسلحة ويوزع اسلحة على شعبه. طبعا جيك في الاول بيبقى رافض تماما انه يوافق على كده، لكن الغريبة ان مادي بتقف مع تاكر وبتقدر تقنع جيك انه يسلمه المفتاح التاني. ده كمان تاكر بيخرج مجموعات تلف في القرية على كل بيت، واي حد معاه سلاح حتى لو مسدس صغير بيلموه منهم. معنى كده ان شعب جيك دلوقتي بقوا مساجين على ارضهم، ومن ضمن البيوت دي طبعا بيبقى بيت تروي. ولانهم متوقعين مشاكل معاه، مادي ونيك بيبقوا من ضمن الفريق اللي رايح له. وزي ما توقعوا تروي بيرفض تماما انه يسلم اي سلاح، بيقول لهم بس يدوروا في البيت ولو لقوا اي سلاح ياخدوه. ومرة واحدة وهم بيدوروا في المكان بيرفع سلاحه على تاكر وبيطردهم كلهم بره البيت، والوحيد اللي بيفضل هو نيك. ومن كلام تروي مع نيك بنعرف انه خلاص ناوي يحارب. بيخرج اسلحته من تحت الارض وبيطلب من نيك انه يساعده، بس قبل ما يعمل اي حاجة بتيجي مادي تتكلم معاه، ودي بتحاول تقنعه يسلم اسلحته، وهي هتقنع تاكر ينسى اللي حصل. لكن مرة واحدة وهم بيتكلموا تاكر ورجالته بيبدأوا ضرب النار، وساعتها تروي بيضطر انه يرد وبيوقع منهم اكتر من واحد. ولان نيك معاه في البيت بيبقى مضطر انه يساعده. طبعا تروي بيفكر ان نيك بيساعده فعلا، مش مجبر على كده. وخلال ضرب النار ده نيك بيحاول يقنع تروي انه يستسلم، وبيفضل يقول له ان ابوه ضحى بنفسه علشان السلام. لكن على الرغم من كده تروي بيبقى مصمم برضه على الحرب حتى لو هيموت. هنا نيك بيقرر يصدمه بالحقيقة، بيقول له ان ابوه كان جبان وما انتحرش ولا حاجة، وان هو اللي اضطر علشان ينقذ عيلته وينقذ السكان انه يقتله بنفسه. وبالفعل بتنجح الفكرة، والصدمة بتخلي تروي يستسلم تماما. تاني يوم بعد ما انتهى الموضوع ده مادي بتتكلم مع تاكر، واللي بيبقى رافض تماما ان تروي يفضل في القرية هو ونيك. فبتقنعه مادي ان عقوبة تروي تكون النفي، اما نيك بتقوله انه خلى تروي يستسلم. لكن تاكر بيصمم برضه انه يكون له عقاب، وبعد ما اتفقوا بيتم تنفيذ عقوبة تروي. بيدوله شوية مية واكل وسلاح بحيث يقدر يعيش بره، وعربية تبع تاكر هتاخده المكان بعيد عن القرية وممنوع انه يرجع تاني. اما نيك بيدخلوه زي سجن حديد صغير جوه القرية، وعقابه انه يفضل فيه كام يوم من غير مية ولا اكل، ولما يبقى خلاص على وشك انه يموت ساعتها يخرجوه. المشكلة التانية اللي بتقابل تاكر ومادي هي المية، وده لان البحيرة اللي كانوا بيعتمدوا عليها بدأت تجف تماما، ولان في جفاف من حوالي 5 سنين حتى المياه الجوفية بتبقى انتهت. علشان كده بيبقوا لازم يلاقوا حل في اسرع وقت ممكن، ده والا شعب تاكر وشعب جيك هيقتلوا بعض على المية. فبتروح مادي وتاكر يتكلموا مع جيك وأليشا وأوفيليا والمساعد بتاعه، ودول بيعرفوهم هما الأربعة بالمشكلة اللي بيواجهوها، بس بينبهوا عليهم ان الموضوع يفضل سر، مجرد بس يحاولوا يحافظوا على المية شوية لحد ما مادي وتاكر يقدروا انهم يلاقوا حل. وبيطلع انهم هيخرجوا هما الاتنين لأي مدينة جنبهم، يمكن يلاقوا هناك مصدر يشتروا منه المية بشكل مستمر. وبعد ما عرفوهم هما الأربعة بالمشكلة بيتحركوا من القرية،
وتاني يوم من خروجهم من القرية مساعد تاكر بيخرج نيك واللي بيبقى خلاص على وشك انه يموت من العطش. ولما بيرجع نيك للبيت مع اخته أليشا بتحكي له اللي حصل وبتعرفه ان امها خرجت مع تاكر يدوروا على حل للمشكلة. في نفس الليلة ونيك نايم بيلاقي كام واحد داخلين لأوضته، ودول بيطلع انهم رجالة تروي وجايين يتكلموا معاه، بما انهم بيبقوا فاكرين ان هو الوحيد اللي وقف مع تروي، ما يعرفوش انه كان مجبر ومجرد اتحبس معاه في البيت مش اكتر. المشكلة انهم بيبقوا عاوزينه يبقى القائد بما ان تروي مش هنا، وعايزينه كمان يبدأ يحط خطة معاهم يخلصوا بيها من تاكر ورجالته. وبنرجع لتاكر ومادي اللي بيبقوا وصلوا لمكان غريب، مكان زي مول او سوق كبير كده وعليه حراسة مشددة، واللي بعد ما سلموهم اسلحتهم مادي بتديهم اللاسلكي، ده في مقابل بس انهم يدخلوا للسوق. والمفاجأة ان السوق ده بيبقى مليان اشخاص واكل ومية من كل مكان، والبيع والشراء فيه عن طريق المبادلة. جوه المكان ده مادي وتاكر بيروحوا لواحدة اسمها لو، واللي عرفوا من الناس هنا انها تقدر توفر لهم المية. المفاجأة ان خلال ما هم بيتكلموا مادي بتشوف فيكتور جنبها، واللي كالعادة بيكون بيتضرب لانه حاول ينصب على حد، فبتساعده مادي هي وتاكر وبياخدهم فيكتور وبيجروا المكان امان. ومن كلام فيكتور مع مادي بنعرف انه مديون لصاحب السوق وما يقدرش يخرج من المكان ده نهائي غير لما يشتغل ويسدد دينه. ووسط الكلام فيكتور بيحكي لمادي اللي حصل معاه، بيحكي لها عن السد ودانتي وازاي ان دانيال انقذه، وانه بعد ما انقذه حاول برضه انه يقتله لانه كذب عليه، وانتهى بيه الحال بعدها انه وصل للسوق. وبسبب انهم دافعوا عن فيكتور بيضطروا انهم يناموا الليلة دي هنا. بس لما بتصحى مادي تاني يوم الصبح تاكر بيكون خرج، والمشكلة انه بعد دقايق بيلاقوه راجع مع جنود الحاكم، واللي بياخدوا فيكتور معاهم يضموه لباقي المساجين. وبيطلع ان فيكتور علشان يسدد الدين ده لازم يحمي السوق، وده عن طريق انهم بيربطوه على سور السوق وبيدوله سلاح، ومهمته هي انه يفضل يقتل في اي زومبي يقرب من المكان. تاني يوم الصبح تاكر بيقابل لو علشان يستلم منها المية، لكنه بيتصدم لما بيجي يشوف علب الفضة لانه بيلاقيها فاضية. كل ده وفيكتور بيبقى لسه بيقتل في الزومبي من امبارح، بس لانه تعب بيبقى خلاص على وشك انه يموت، لولا ان رجالة الحاكم في اخر لحظة بيخلصوا على كل الزومبي دول. كمان بيحرروا فيكتور وبيسلموه لمادي، واللي بيطلع انها سددت الدين بتاعه للحاكم وبقى حر دلوقتي. طبعا مادي اول ما بترجع لتاكر بيتعصب لانه بيفهم ان هي اللي سرقت الفضة، فبتقول له مادي ان المية اللي كانوا هيشتروها كانت هتكفيهم شهر بالكتير، اما فيكتور اللي انقذته ده عنده حل يعيشهم لسنين. وبيطلع انها اتفقت مع فيكتور انه ياخدهم لمكان السد اللي بتحكمه لولا. واكيد في المواسم الجاية هنعرف ايه اللي هيحصل بالظبط، واذا كان دانيال ولولا هيسمحوا لهم ياخدوا مية من السد ولا لا، او اذا كانت مادي هتلاقي حل وكالعادة تسيطر هي وعيلتها على مملكة السد. فلو حابين نكمل باقي المواسم سيبولنا لايك للفيديو، ولو حابين نبدأ مسلسلات تانية جديدة عرفونا برضو في التعليقات. وبس كده، دي كانت نهاية فيديو النهاردة، يا رب يكون عجبكم، وكالعادة كان معاكم شعيب. سلام.